السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في درس آخر من سلسلة دروس اللغة الفرنسية بالدرجة المغربية. اليوم غادي نهضروا على لو ماسكولين et le féminin، المذكر والمؤنث. En français, les noms se divisent en noms masculins et en noms féminins. في اللغة الفرنسية تنقسم الأسماء إلى أسماء مذكرة وأسماء مؤنثة. Il n'y a pas de relation entre le genre des noms en arabe et en français. On peut trouver des noms masculins en arabe et féminins en français et vice versa, et il y a des noms dont le genre est le même. هنا بغا يقول لنا بلي راه كاين بعض الاسماء في العربيه اللي هي مؤنثه وما كتعتبرش مؤنثه في العربيه، وكاين بعض الاسماء اللي هي مذكره في العربيه وما كتعتبرش مذكر في العربيه في الفرنسيه والعكس صحيح. Exemple, le soleil c'est un nom masculin. الشمس العربية فهي مؤنثة. La lune c'est un nom féminin. تنقول في العربية القمر فهو مذكر. La ville c'est un nom féminin. تنقول في العربية المدينة فهو مؤنث. Le village c'est un nom masculin. تنقول القرية فهو مؤنث. دونك ليس هناك أي علاقة بين جنس الأسماء في اللغة الفرنسية وجنس الأسماء في اللغة العربية، فهناك أسماء مذكرة في العربية ومؤنثة في الفرنسية والعكس بالعكس، فهناك أسماء لها ذات الجنس في اللغتين، وعلى الطالب أن يحفظ جنس الكلمات تدريجيا. استنوني في الدرس اللاحق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.